السلام عليكم جميعا. والنهاردة في أحلى وصفة مع منى. النهاردة الزراعة، فيديو زراعة. هنزرع مع بعض الكرفس. ده كرفس، طبعا الكرفس لا غنى عنه في الشوربة هو خلص من عندي، فأنا يعني كنت زرعاه وخلص، فهنزرعه تاني. فقلنا نصور بقى الفيديو عشان برضو اللي حابب يزرع كرفس برضو يستفيد منه. انا عندي علبة، دي كانت علبة عندي اللي كنت زارعة فيها الكورياندا او الكزبرة، وبعدين خلاص هي حصدتها انا وقطعتها وفرستها. فدلوقتي احنا هنزرع الكرفس. هزرعه في دي كانت علبة قديمة عندي، وهي اوريدي مخرمة، لانه زي ما احنا متفقين بنخرم قصرية الزرع او الجردل اللي هنزرع فيه او العلبة او whatever اللي هنزرع فيه لازم يبقى متخرم من تحت كده. طيب يلا بقى نبدأ الزراعة. اول حاجة هنفرش هنا في الخروم دي ورق جرايد اهي بالشكل ده كده. وانا ليه بزرعه في علبة صغيرة؟ الاول ليه بفرش خطوة خطوة؟ الاول احنا ليه بنفرش هنا ورق الجرايد؟ بنفرش ورق الجرايد علشان لما اجي اسقي الزرعة تقوم يحتفظ، ما تنزلش طبعا المية كلها من الخروم دي، وعلشان يحتفظ بالرطوبة في التربة، يعني التربة يبقى فيها رطوبة. فبنفرش كده ورق جرايد، اي ورق جرايد عندك تمام. وانا الاول هزرع الكرفس في حاجة صغيرة زي كده، ولما يطلع شوية هنعمله في الفيديو التاني هنقله في حاجة كبيرة زي كده، لان الكرفس بيطلع عيدانه طويلة وبيبقى عايز تربة عميقة. لكن احنا، ان انا اتسألت السؤال ده بنوتة اسمها ابتسام، قالت لي انت بتزرعي بذور ولا بتشتري، يعني بتعمليها ازاي؟ فانا بفضل، انا عن تجربتنا في الزرع، ان انا البذور اهي هزرعها تطلع في حاجه صغيره، بعدين بنقلها على حاجه كبيره، مش على طول على حاجه كبيره. ده الافضل عشان لضمان ان هي تبقى زرعه ناجحه وكويسه. فاحنا كده دلوقتي خلاص فرشنا ورق الجرائد، حطينا التربة اللي عندي، تربة الزراعة المخصصة بتاعتي اهي. وبلاش يا جماعة تبقى تربة قديمة، لان برضو لو تربة قديمة مش بتطلع وزرعة بتموت، يعني بتبقى خلاص كل فيتاميناتها وكل خلاص استهلكت يعني. فبلاش تكون تربة قديمة قوي. وطبعا هي التربة كانت ناشفة خالص، فهحط لها شوية مية اهو عشان الجو حر. هنبدأ نسقي شوية مية. وبرضو بقول المعلومة، بصوا شوية اهو صغيرة، مش هحولها بقى لطينة مض، يعني خلاص اهي هي هتشربهم، مش عجينة. بلاش نعجن، لان سألت كتير في السؤال ده. انا بسقي يوم بعد يوم زي ما انتي قلتي، وبرضو الزرعة ماتت. انا مش عايزة مية كتير اللي هي تحول التربة العجينة. يعني شوفوا بالشكل ده كده، خلاص يا دوبك سقيت كده، مش ميه كتير، مش ميه كتير. وبكرر، لانها لو اتحولت التربه لعجينه او وحل كده اسود، برضو الزرعه ممكن ده بنسبه كبيره جدا انها هتموت، مش هتطلع. فانا دلوقتي اهوت هو بيعمل التربه، خلاص عمل لها عمليه تنقيب، مجرد فتحات كده بالشوكه. وهنشوف بقى البذور اهي. الكرفس على فكره بذور الكرفس صغنطوطه جدا جدا، اللي ما كانش شافها قبل كده اهي. يعني بصوا قد ايه اهي، هي صغيره خالص سبحان الله، يعني نمنمه كده صغنونه. هو ده الكرفس، دي بذوره يا جماعه، شكلها عامله كده صغيره جدا، يعني ترى يا دوبك يعني اهي. طب دي بقى بتتزرع ازاي؟ انا قلت لكم ان كل زرعه وليها خطوات زرعها. دي هنعمل ايه بقى كده دلوقتي؟ هناخدها كده على اطراف صوابعنا، اللي هي البذور الصغيره دي بتاعه الكرفس اهي، وهعملها كده في التربه، فوق وش التربه، مع ضغطه خفيفه قوي. ما ينفعش اضغط ضغطه كبيره، هتغوص جوه التربه ومش هتطلع. انا عايزاها تبقى فوق الوش مع يا دوبك، بس انا بثبتها ضغطه بسيطه جدا، مش اكتر من كده. يعني اهي، هي باينه، يا رب تكون الكاميرا اهي جايباها اهي فوق وش التربه. بصوا شايفينها، تبقى شايفينها البذور اللي بتبقى صغيره كده في اي نبته، دي لازم ابقى شايفها فوق وش التربه علشان تطلع. وبضغط عليها ضغطه بسيطه، مش بغطسها جوه التربه. وبكرر تاني عشان انا بزعل كتير ناس بيقولوا الزرعه ماتت، الزرعه ماتت. فانا هو بقول كل الملحوظات. وانا ما خدتش كل كيس البذور كله لانها كتير، فكده هيبقى كتير قوي وتبقى لا، يعني ما ينفعش كله ابقى ازحمها بالبذور. لا، خدت شويه كده حفنه
وقمت رايحه زي ما انتم شايفين كده على فوق سطح وش التربه، بالخطوات اللي احنا قلناها لكم قبل كده اهي بالشكل ده كده اهو. وان شاء الله هي اول ما تطلع هوريها لكم ازاي هننقلها في حاجه كبيره اللي هو الكرفس. اخر خطوه بقى معايا خالص، خلاص اهي هرشرش عليها بس من فوق الوش تربه رشرشه، ومش من غير ضغط. يعني هاخد حفنه بايدي كده من التربه ورشرش فوق الوش بس. يعني حفنه كده يا دوبك كده بايدي كده اهو، ورشرش كده اهو بس اهي بالشكل ده كده. نرشرشها بالتربه بحاجه بسيطه، حفنه من الايد وخلاص. على كده نشوف هنعمل بقى ايه تاني. اخر حاجه هبدا كده بقى دلوقتي اديها ميه بسيطه قوي، بسيطه، عشان انا حطيت فوق الوش تربه كانت ناشفه بسيط خالص. بصوا بالطريقه دي زي التنقيط، بالتنقيط مش اقوم رايحه جايبه الميه اقوم رايحه كباها مره واحده اقول انا بسقي الزرع، لا كده الزرع هيموت وهتزعلوا عليه، فبلاش. اهو بالتنقيط كده اهو. يعني بحط في ايدي كده شويه، بحط وارشرش كده بالتنقيط، اسمه ري بالتنقيط زي ما بيقولوا بس كده. وانتوا بالنسبه لروي التربه، لو الدنيا طبعا بتبقى حر نار بترويها كل يوم، بس برضو مش بكميه ميه كبيره، ولو الجو كويس بتبقى يوم بعد يوم بعد يوم. انتوا حضراتكم بتشوفوها كده هي ناشفه، بملس كده على التربه او اشوفها هي ناشفه، نشفت يبقى لا، يبقى هي عايزه ميه. يعني هي موضوع احساس، يعني هتحسوا ان هي ناشفه لا يبقى اديها شويه ميه، لكن ما حولهاش لعجينه بس. وان شاء الله لما تطلع تاني باذن الله هنوريها لكم ازاي هنقل الكرفس بحاجه كبيره، ونشوفه مع بعض خطوه بخطوه الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو انا بعمله في قناتنا او اللي هي قناتكم طبعا. ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.